السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا هنعمل فطيرة جلاش حلو، يا رب تعجبكم. هنجهز لفة جلاش، هتحطيها في فوطة عشان كده ما تنشفش. وبعد كده هتجيبي دورق الخلاط، هتنزلي بيه بثلاث بيضات ومعلقة فانيليا صغيرة او ظرفين فانيليا وكوباية لبن ساقعة طبعا. وحوالي نص كوباية سكر بودرة أو السكر ده حسب رغبتك انت، عايزة تحطي كوباية الا ربع براحتك، وذرة ملح. هنضربهم في الخلاط أكنك بتضربي خليط كيك بالظبط، تضربيهم كويس جدا يعني. وبعد كده بقى هتروحي نازلة بيهم في بولة، هتنزلي بيهم في بولة وتركنيهم على جنب بقى ثانية كده. وبعد كده تروحي مسخنة نص كوباية سمنة على زيت، يعني الاتنين على بعض نص كوباية. وبعد كده هتدهني منهم قاع الصينية زي ما انت شايفة كده. وبعد كده هتجيبي ورقة الجلاش، هتغطسيها في البولة، الخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط زي ما انت شايفة. بس الورقة دي جت مقطعة قوي مش عارفة ليه. وبعد كده هتروحي بقى حوالي معلقة سمنة على زيت كده صغيرة ما بين كل ورقة وورقة. يعني بعد ما بتغطسيها في البولة اللي فيها الخليط تروحي سمنة على زيت. طبعا يفضل انك تكوني مسخناهم على النار، اوعي تنسي. تمسكيها كده من النص تغطسيها وتفرديها، هتاخد وضعها في الصينية، مش محتاجة انك تقطعيها ولا حاجة. طريقة سهلة جدا جدا وهتتقلب معاكي زي الفطيرة بالظبط يعني. زي ما انت شايفة كده غطسناها، مسكناها من النص وغطسناها كده، تمسكيها زي المنديل كده وتروحي نازلة بيها وتروحي رافعاها تاني. وبرده سمنة على زيت كده، حاجة بسيطة ما بين كل ورقة وورقة. طبعا المادة الدهنية دي يا جماعة براحتكم، عايزين زبدة على زيت، سمنة على زيت، براحتك. بس اهم حاجة تكوني مسيحاها على النار، يعني تكوني مسخناها حاجة بسيطة كده مدفياها. طبعا شايفين اهو الطريقة ازاي، وهي الورقة بتاخد وضعها على مقاس الصينية بالظبط. بس انت اعمليها في صينية مدورة عشان تاخد وضع رسمة الفطيرة يعني رسمة الفطيرة عامة يعني. طبعا زي ما انتوا شايفين، او لما حسيت ان دي ما كانتش شاربة قوي سقسقتها كده بالفرشة من الخليط يعني. وبعد كده سمنة على زيت، تغطسي وترصي. طبعا انا كان نفسي احشيها زبيب وجوز هند ومكسرات او سوداني. هما الاولاد عندي قالوا لي لا احنا عايزينها سادة. طبعا انا كان عندي شربات قديم. طبعا انت عايزه تعملي لها شربات، حوالي كوبايه يعني كوبايه الا ربع سكر على نص كوبايه ميه، يغلوا على النار 7 دقايق وتروحي طافيه. طبعا هنا بقى بعد ما خلصت الصينيه وسقسقتها ببقيه الخليط اللي كان فاضل، سبتها 3 دقايق بس كده مع نفسها شويه. وبعد كده قطعتها زي ما انتوا شايفين. وبعد كده حطيت على وشها سمنة على زيت ودخلتها في الفرن. الفرن كنت مشغلاه أول ما ابتديت في الصينية. قعدت في الفرن حوالي يا جماعة من 15 دقيقة ل20 دقيقة، طبعا على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص. هنا كنت سبتها حوالي 3-4 دقايق تاني. هنا بعد ما طلعتها كنت عايزة اقلبها قدامكم بس معرفتش من كتر السخونية بصراحة. انا بقى ما قلبتهاش، طلعيها بأي مقصوصة كده هتطلع معاكي. طبعا عايزة تسيبها في الصينية وتسقيها بالشربات براحتك. بصوا انا بوريكم حروفها انها تتشال معاكم سهل. بصوا حروفها طلعت ازاي، يعني كانت سهلة قوي بصراحة بتتشال معايا. طبعا انا كان عندي شربات قديم، عايزة تسقيها مثلا لو عندك عسل ابيض حوالي 3-4 معالق عسل ابيض مفيش مشكلة، سكر بودرة على لبن سخن مفيش مشكلة. بصراحة كانت طعمها حلو قوي. يعني انا عن نفسي عايزة اعملها تاني بس بالمكسرات بقى. طبعا بقى دي شكلها بعد ما خلصت. احنا عن نفسنا احنا كلناها في العشاء مع شاي بلبن. انتوا بقى افطروا بيها بقى لو عملتوها الصبح. يا رب تعجبكم. اذا عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.